الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح لأهل الطائف وأذوه قعد يدعي ربنا إنه ما يكونش ربنا غضبان عليه، وما وجهش أي إساءة أو دعوة أو أي حاجة لأهل الطائف ولا ذكرهم أصلا. قال وهواني على الناس، وهواني على الناس. شوف شايفهم ناس، شوف شايفهم ناس. شوف الرقي في التعامل يا عم الإسلام انت وهو. عشان أصلنا تعبنا من الناس اللي رفعالي الشعارات وهم يعني بتوع كلام، لأن الكلام بيبان في العملي. الدين في المعاملة يا اسطى، الدين في المعاملة يا اسطى، في المعاملة. تصلي ربنا، تحضر صلاة الجامع، بركة ليك يا أخويا، ألف مبروك. بس الدين في المعاملة. هتصلي يعني وتظلم أخوك بتاعك عليه في الميراث، ولا هتصلي تاكل مال اليتامى قرايبك الصغيرين؟ طب ماشي، من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر، بص بسيطة ازاي، فلا صلاة لها. لانك بتضحك على مين يعني؟ ما هو انت لو بتصليها صح هي هتنضفها لك فتنزل تعمل الصح. كلنا بنغلط، وكل الناس اللي غلطت يا عم انا غلطان للصبح، ده انا غلطان بديني، غلطان في ديني، غلطان في ربي كمان. وانا كنت بعيد عن الايمان ومن بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، كنت كاتب ورقه ادبيه استغفر الله العظيم بقول ان ربنا بينتحر وانا اللي كاتبها وفرحان بنفسي قوي يعني. فانا كنت بعيد خالص. فاحنا ما بنحكمش على حد، اي حد عمل اي حاجه يا رب يكرمك تصلح غلطتك ويكبر بخاطرك، بس اعترف.